لان حنا كان هذه الشعارات ديال خاوه خاوه والى اخره مزيان. نعم نحن عقائديا ودينيا وعروبيا وامازيغيا اخوه، ولكن الان واش المانيا لما كانت كتضرب فرنسا، لما كانت كتضربها المانيا قالوا لا هذو اخواننا الاوروبيون لا نتقاتل معهم؟ قاموا بالحرب، لان من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا قانون الهي وقانون الشرائع الدوليه. الحق الرد مكفول في القانون الدولي. نحن نتعرض لحرب حقيقيه منذ 50 سنه فيها طرد 45 ألف عائلة مغربية شردوا وانتزعت منهم ممتلكاتهم. 45 ألف عائلة تقريبا ما يوازي 300 حتى 400 ألف نسمة مغربية، فيهم أطفال ونساء وشيوخ. طردتهم الجزائر سنة 1975 بماذا؟ بحجة ماذا؟ اقتلعوهم. كاين فيهم اللي ما كانش كيعرف انه مغربي، لان جدو او اب جدو اللي هاجروا من الهجرات الاولى 1910 1920 اللي كانوا كيشتغلوا في الفلاحه في وهران وفي الجزائر وفي ميتيجا وغيرها من المناطق. هؤلاء طردوا لان بومدين قال لهم هذه سماها، هذه الان موجوده في فيديوهات في اليوتيوبات اللي بغى يتابع هذا في الارشيف الجزائري، هذه المسيره الكحله ضد المسيره الخضراء. ما ذنب هؤلاء؟ لذلك انا اصف الجزائر بالدوله العدو، انا لا اقصد الشعب، الدوله العدو. ما ذنبوا 300 ألف الى 400 ألف مغربي؟ الى الان صودرت اموالهم، صودرت عقاراتهم، صودرت حساباتهم البنكيه، وخرجوا بملابسهم التي عليهم. وفي اي يوم؟ في اي يوم ايها الاخوه؟ في يوم عيد الاضحى سنه 1975. كارثه، كارثه عظمى. ونحن ما زلنا نقول على ان هؤلاء اخوه. لا، ليسوا اخوه لنا، الدوله ليست اخوه لنا، هم عدو لنا. نعم، رغم انهم تصريحات ديال بومدين فعندنا في مؤتمر الجامعه العربيه في الرباط في 74، وقبل منها اتفاق ديالنا 1972 كيقول حنا ما عندناش نوايا ضد هذا، وحنا كندعموا المغرب وموريتانيا من اجل تحرير الصحراء. ورغم الاعلان ديال 1969 ما يسمى باتفاق ما بين المغرب والجزائر، ما يسمى باتفاق الاستيطان، اللي كيسمح للمغاربه اللي عندهم اراضي في الصحراء الشرقيه من بينهم مدينه فيكيك انهم يوصلوا الاراضي ديالهم دون الاجراءات ديال الختم ديال الجوازات ودون تعقيدات الى اخره. يعني طعنوا وخانوا العهود والمعاهدات التي قطعوها مع المغرب، وقدموا هذه التوصية وهي مسمار جحا إلى اليوم. نعم، لا، في الاتفاق 1975 بالنسبه لاسبانيا كان شنو كان فيه؟ كان فيه على انه اسبانيا يعني تتخلى عن اداره الصحراء الاسباني اللي كانت تسمى اسبانيا انذاك الساقية الحمراء وسيدي افني، وتعطي تحول ادارتها بالنسبه للساقية الحمراء الى المملكه المغربيه، والجزء الاخر تيرس الشرقيه او الذهاب الى موريتانيا. والنقطه فيها غير 3 ولا 4 النقاط ذاك الاتفاقيه، صفحه واحده. والنقطة الأخيرة أنه هذا الاتفاق يصبح يعني بمثابة تقرير مصير للساكنة حينما تصوت عليه الجماعة الصحراوية. هذه الجماعة الصحراوية شكون هي؟ هي اللي كان كترأسها أسد الصحراء رحمة الله عليه، الجماني، حاج خطري وسيدي سعيد الجماني. هذا الأسد حاولت الجزائر شراءه في مدريد، في السفارة الجزائرية في مدريد أثناء الحديث مع الأمم المتحدة، كان متواجدا، دعوه، هو فضحهم من بعد في التصريحات الصحفية. اجتمعت الجماعة الصحراوية بعد توقيع اتفاق مدريد، اجتمعت الجماعة الصحراوية وصوتت على الاتفاق، وبالتالي المفروض داخل الأمم المتحدة أن الملف طوي نهائيا لولا المذكره التي تقدمت بها الجزائر، لان كاين جوج المذكرات سنه 1975، كاين المذكره 38 54 او 34 58 احيانا، يعني الارقام تنقلب باء وهي التي تقدم بها المغرب، و34 58 الف التي تقدمت بها الجزائر. طبعا تقولوا الف راه سبقات باء، لا، الجزائر بحال اللي داروا معنا في الحكم الذاتي 2007 دائما كيتعاملوا معنا بواحد المكر وواحد الخداع، مكر وخداع. المغرب جاء باش يقدم بأنه وقعنا اتفاق مع القوة الاستعمارية، قررنا المصير، الجماعة الممثلة لسكان الصحراء صوتوا بأنهم مغاربة وأن الاتفاق يعني نافذ، جاء بالتوصية من أجل التصويت عليها، إجراء روتيني داخل اللجنة الرابعة ومن بعدها في الأسامبلي جينيرال في الجمعية العامة، ويطوى الملف إذا صدرت هذه التوصية. الجزائر لما علمت بنوايا المغرب في الليله قبل ما يقدم المغرب قدموهما هذيك 34 58 الف، واعطت لها الامم المتحده الف. احنا لما جينا في الصباح لقيناهم ديجا سبقونا من غير الحجاج المعروفه، وهو انه يعني مشاركه في الانتخابات، مشاركه في الاستفتاءات، هذا كله تاكيد لمغربيه هؤلاء الناس. بالاضافه الى انه اتفاق 1975 ديال مدريد ماذا كان ينص؟
كان ينص على ان الاتفاق ما بين على علاته القضيه ديال التقسيم مع موريتانيا والى اخره، حتى هذيك راه عندها جواب، ما عندناش حنا اشكاليه معها. لان قد يقول قائل هنا او في الصحافه غدا يقول لك ايوا بحال اللي وقعت في 75 غتوقع حتى دابا، يعني غادي حتى الجزائر تجي توقع توصيه اخرى. حنا قلنا على ان الان العزله الجزائريه وهذه الفرصه هنا، العزله الجزائريه لا يمكن ان تجمع اكثر من 15 صوت او 20 صوت، وباش تدوز هذه المذكره خصك 60 صوت، واذا المغرب كان متحكما في 60 صوت اللي حسبناهم ما بين الدول العربيه والدول الافريقيه فمعناها حسم الامر. واللي ما كنعرفوش وهو انه اللجنه الرابعه راه هي البريم على مجلس الامن، لان حينما تطوى القضيه علاش دخلت اصلا لمجلس الامن؟ مجلس الامن لانها عجزات اللجنه الرابعه الوصول فيها الى 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 الى, إلى حل، وبالتالي المجلس الامن تعاطى مع هذا الملف. حينما ستطوى القضيه وتصدر توصيه عاديه بسيطه فيها صفحه واحده بان الساكنه قررت مصيرها واندمجت، لان حتى تقرير المصير راه فيه ثلاثه ديال الخيارات. يعني في التعريف قلنا قبيله 1514 ياك، في 1541 شنو كيقول لك في التعريف ديال تقرير المصير؟ تقرير المصير يمكن ان نعتبر منطقة، ونختم بها السيلة خلفي راك تشتكي متوتر مع الوقت وعندك الحق لا أخالفك. 1540 تقول على أنه منطقة معينة قامت بتقرير مصيرها حينما تستقل عن الدولة التي كانت تابعة لها، أو حينما تندمج داخل دولة أخرى، أو حينما ترتبط بنوع آخر من الاتفاقيات اللي هو بحال الحكم الذاتي أو ما هو في حكمها. وبالتالي الاندماج أو الحكم الذاتي فهو تقرير المصير بمنطوق اللجنة الرابعة والتوصية ديالها 1541. بقي أن أقول على أنه لا أحد يستطيع أن يفرض على المغرب أي شيء. من بين الحلول المطروحه مادام غادي يديروا ربما مذكره من المقترحات، واخا ما كملتش في العرض ديال المراحل وما وصلناش لديميستورا والتقسيم ديالو اللي هو تقسيم جزائري اللي طرحته الجزائر في 2002، طرحته في نوفمبر 2001 على جيمس بيكر الرئيس بوتفليقه بدون انتقل الى يوستن وقدم المقترح الى جيمس بيكر. وطبعا اكيد انه دا معاه شي شنطه البترول دولار، لان فين مشى عنده؟ ما مشاش عنده المقر ديال الامم المتحده، مشى عنده المقر ديال مؤسسه بيكر. جيمس بيكر حتى هي مؤسسه ديال اللوبيينغ. علاش جا الرئيس؟ جا هكذاك في سبيل الله، راه جايب معاه شي بركه، داز البركه. وجيمس بيكر غيعطي في التقرير ديالو اللي عطاه الامين العام شهرين بعد ذلك او 3 اشهر في فبراير 2002 صدرات التقسيم. وفي التقرير مذكور على انه باقتراح من الجزائر. اين هو تقرير المصير هنا اللي كتقول لك الجزائر على انها تدافع عن المبدا تقرير المصير؟ انتم كديروا التقسيم، كتقترحوا التقسيم، اين اذا هو مبدا تقرير المصير؟ بدات بالايجابيات، ساتعرض الان للانتقاد. اللجنه الرابعه ما لا يعرفه الكثير من المغاربه انه مع الاسف الذي يقدم توصيه تقرير المصير سنويا في اكتوبر لدى اللجنه الرابعه التابعه للجمعيه العامه هي الجزائر. والمغرب بماذا يقوم المغرب؟ عوض أن يعبئ للتصويت ضد هذه التوصية، المغرب يقوم بإدخال تعديلات على التوصية التي يتقدم بها الوفد الجزائري منذ 1975 كل سنة بدون استثناء. كانت وقيل سنة واحدة كان حاول فيها المغرب. كل سنة تقدم الجزائر هذه التوصية، والمغرب عيب على دولة يعني تتعامل مع مشروع تقدمه الدولة العدو التي تسعى بكل ما أوتيت من اقتصاد وبترودولار ونفط وغاز وزيت لتدمير وحدة المغرب، وشاركت في قتل ما بين 2000 إلى 5000 شهيد مغربي في حرب الاستنزاف ما بين 1975 إلى غاية وقف إطلاق النار سنة 1991.